السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا بقى فلوج جميل قوي النهارده لمدينة رأس البر. كده كنا راكبين عربية من دمياط الجديدة لرأس البر، المسافة تقريبا نص ساعة في الوقت. وده كده الطريق من دمياط الجديدة لرأس البر. انا هعمل لكم الفيديو ده ان شاء الله على جزئين، الجزء الاول والجزء التاني. تمام كده، وان شاء الله الفيديوهات بتاعتي تعجبكم. ما تنسوش بقى اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويبقى من عيلتي الجميلة و... وتعملوا لايك كده وشير وسبسكرايب للقناة وتدعموني كده وتكتبوا لي كومنت حلو منكم، بيبسطني جدا ويسعدني قوي قوي. عايزاكم بقى ايه، تستمتعوا كده بالطريق. مش عايزه اقعد اتكلم كتير بقى وكده. عايزاكم تستمتعوا كتير جدا بالطريق معايا كده، كأنكم يعني انتوا اللي راكبين وانتوا اللي رايحين و... ودعمكم كده معايا ان شاء الله. شايفين بقى الخضرة والجمال بقى وكده. طبعا دلوقتي احنا في الصيف بقى ومصايف بقى وكده. إيه واللي ما راحش بقى رأس البر كده، انا صراحة اول مرة اروح رأس البر في حياتي. استمتعوا كده بيها، مدينة جميلة قوي قوي. طبعا هي معروفة ان هي مدينة من يعني من الطراز الاول يعني في المصيف يعني. تبقى في المصيف ما شاء الله فيها ناس كتيرة جدا، وعلى ما سمعت ان في الشتاء ما بيبقى مفيش حد موجود هناك غير حاجة بسيطة خالص او ناس قليلة يعني وكده في مدينة رأس البر. عايزة اقول لكم بقى رأس البر لو حابين تروحوا شواطئ، طبعا هي فيها شواطئ كتيرة جدا. بس انا وجهة نظري من احسن الشواطئ وانضفها شواطئ اللي هي القوات المسلحة. ليه بقى احسن وانضف؟ اول حاجة فيها اهتمام وفيها نظام. غير كمان ان رأس البر الموجة فيها أو الشواطئ يعني الموجة فيها وكده. في رأس البر الموجة عالية جدا وشديدة. تمام. اللي هو بقى شواطئ القوات المسلحة كويسة لان هم بيبقوا عاملين حاجات كده، عواميد يعني، ان الناس ما تعديش العواميد دي لان من بعدها هيبقى خطر. ويبقى في ناس واقفة على الشواطئ كتيرة جدا واخدين بالهم من الناس، او لو قدر الله حد هيغرق او كده بيبقى في فرق انقاذ وكده. فصراحة دي حاجة ممتازة جدا جدا، لان الشاطئ هناك يا جماعة شديد جدا والموج شديد وكده. فلازم حد يكون ايه، يا اما بيعوم متمكن قوي قوي قوي، يا اما مثلا لو رايحينها مصيف وفسحه وكده ومش متمكنين قوي من العوم، فديت بتبقى امنه. لانهم هم بيبقوا واخدين بالهم وكده من الناس و من الناس يعني، لو حد حب ينقذوه او بيبقى فيه امان يعني. تمام. بس كده، وان شاء الله ربنا يسترها معانا جميعا يا رب. غير كده كمان هو بقى نظيف وفي نظام. ما فيش طبعا اللي هما البقى الجائلين اللي بيبقوا رايحين جايين على الشاطئ وكده، ما فيش الكلام ده خالص خالص خالص. انتوا لو رايحين معاكم اكلكم و... وكده، وفي نظام بصراحة. فانا عجبني جدا شواطئ القوات المسلحة. انا رحت تقريبا الشاطئ القديم و... وهيعجبكم. وانا كنت رايحة من شهرين وكانت تقريبا التذكرة 50 جنيه. مش عارفة بقى دلوقتي عشان في شهر 8 ممكن تكون غلت او زي ما هي 50، ده انا مش عارفة بصراحة. وهنشوف دلوقتي طبعا في الشاطئ، انا مصوراه معاكم وهتشوفوه دلوقتي وهيعجبكم جدا جدا. شايفين الملاهي الجميلة دي؟ استنوها بقى في الفيديو اللي جاي. في الجزء التاني هقول لكم بقى الملاهي الجميلة دي بقى وتشوفوها من جوه ان شاء الله. وطبعا رأس البر طبعا فيها فنادق وفيها شقق. بصوا فيها كل حاجة انتوا عايزينها. عايزين اسعار على قد الايد هتلاقوا، عايزين حاجة يعني هاي قوي ومستوى بقى وكده هتلاقوا، حاجة متوسطة هتلاقوا، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه هناك. فهو صراحة يعني حلاوة رأس البر ان هي يعني كل الناس هتروح تصيف يعني، مفيش حد اسمه يروحش يصيف. بصوا شايفين ده هو شاطئ اهوت نادي ضباط القوات المسلحة اللي احنا دخلناه. حاجة جميلة قوي قوي.
وهيعجبكم ان شاء الله من جوه. وزي ما قلت لكم انا كنت رايحه من شهرين، ما كانش لسه فيه زحمه المصيف قوي، وما كانش فيه ناس كتير، كانت الدنيا هاديه خالص يعني عن ايه دلوقتي يعني وكده. اهوت السواق دخل يعني بالعربيه وكده. صراحة جميل قوي ومنظم وفي احترام، والحمامات بتاعتهم نظيفة قوي قوي قوي. وصراحة انا عجبني جدا جدا، وبرشحه لأي حد لو حابب يروح ومعاه ولاد وحابب الامان يروح هنا يعني. وبصراحة شايفين بقى يعني جميل قوي، نظافة وخضرة وحاجة بجد محترمة. طبعا في سكن، السكن ده طبعا اللي هما بيبقوا الضباط يعني وكده او اسرهم. اما بقى لو ناس عاديين مدنيين يعني وكده ممكن تأجرهم تأجروا. بس الاسعار بقى دي صراحة اللي انا مش عارفاها وما سألتش عليها برضو يعني، لان انا كنت رايحة هو يوم واحد وبس وماشية يعني. فيها صراحة مكان جميل أوي لو انتوا حابين تروحوا يعني مصيف رأس البر بس وتقعدوا فيها يومين. ممكن ارشح لكم بجد يعني وبقوة اللي هو نادي ضباط القوات المسلحة، هيعجبكم قوي قوي. زي ما قلت لكم بقى ما تنسوش بقى اللي ما اشتركش في القناة بقى يشترك، يبقى من عيلة الجميلة و... ويعمل لي لايك كده ويكتب لي كومنت حلو منه، بيبسطني جدا ويسعدني جدا جدا. شايفين الجمال؟ حاجة بجد جميلة قوي ومحترمة قوي قوي يعني. لو انتوا طبعا حابين تروحوا ومش تنزلوا على البحر يعني على المية، في كافيهات جوه وحاجة محترمة قوي ونظيفة قوي قوي. وطبعا مفيش ناس، لان انا قلت لكم انا كنت رايحة بالظبط قبل عيد الاضحى باسبوع، وكانت يعني الدنيا هادية قوي قوي يعني. لكن على ما اعتقد دلوقتي ما شاء الله بيبقى فيه زحمة شوية يعني. وطبعا احنا كنا رايحين الصبح تقريبا كانت الساعة 11 بس. بعد شوية بقى كان كل شوية ايه في ناس بتيجي يعني. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا بعد الظهر في ناس جات، العصر في ناس جات، حتى واحنا ماشيين مروحين كانت في ناس لسه بتيجي يعني وكده. شايفين يا جماعة زي ما قلت لكم الموج ما شاء الله عالي جدا. شايفين الأعمدة اللي لونها أحمر ديت؟ المفروض ان محدش يعني يعديها. فاهمين قصدي؟ بعديها بقى بيبقى الدنيا خطر يعني وكده. بصراحة المية جميلة قوي قوي.
آه، المية جميلة ونظيفة يعني. عايزاكم بقى تستمتعوا بقى ايه بالطبيعة بقى والجمال ده. الله الله على المية الجميلة، شايفين المية وجمالها؟ حاجة كده بصوا جميلة قوي قوي وممتعة قوي قوي. وطبعا انا نسيت اقول لكم رسوم الدخول لكل فرد 50 جنيه. بس طبعا الكراسي والشمسية دي بيبقى فيها زي عروض كده او اختيارات، كرسيين كبار مع كرسيين صغيرين وشمسية وترابيزة، تقريبا ده ب200 جنيه. عايزين عدد اكتر يعني بيبقى اكتر، يعني تدفعوا فلوس اكتر وكده. هنا بقى شايفين المباني بقى اللي هي حابين تأجروها يعني. اكيد طبعا في اماكن للمدنيين واماكن للضباط واسرهم طبعا. بس زي ما قلت لكم صراحه انا ما مش عارفه الاسعار يعني اليوم بكام او الاسبوع بكام وكده. بس صراحه حاجه جميله جدا ومحترمه قوي قوي. ده بقى كنت بصور وانا خلاص مروحه يعني، خلاص خلصنا من الميه وكده. كنت بصور لكم المكان يعني وانا طالعه. يا رب بقى ان شاء الله يعجبكم الفلوج بتاعي كده. وزي ما قلت لكم بقى اللي ما اشتركش في القناه بقى يشترك. واي حد بقى من اهل رأس البر يعني وكده شايف في اماكن تانية ممكن نزورها في رأس البر يقول لنا عليها. آه، دي من يعني ويأكد بقى على كلامي ان فعلا شاطئ القوات المسلحة من احلى الشواطئ جدا ونظيفة وامان وحاجة محترمة فعلا. طبعا كده كنا خارجين بقى من خلاص من شاطئ القوات المسلحة. كنا رايحين مكان تاني بقى في راس البر. انتظروا بقى الفيديو الجاي المكان اللي رحناه فين. طبعا اللسان من ضمن الاماكن
اللي احنا هنروح نزورها في رأس البر. مصوره معاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله باللسان بكل تفاصيله وكده. بس انا طبعا مصوره كده زي جوله كده في شوارع مدينه رأس البر، فرجكم على المباني وعلى على الفنادق وعن الشقق اللي ممكن تتأجر. بجد ما شاء الله ما شاء الله، يعني في اماكن كتيره جدا واسعار كتيره جدا متفاوته في الاسعار، يعني في القليل وفي الوسط وفي العالي. ان انتوا حابين تقعدوا في رأس البر حاجه كده جميله في الجو الحر ده وتغيروا جو انتوا وولادكم. وانا كده زي ما قلت لكم مصوره لكم كده عشان تتفرجوا على المدينه، عشان لو حد ما كانش راحها قبل كده زي كده، فحبيت اديكم فكره يعني عن المدينه والاجواء فيها وكده. يا رب ان شاء الله تعجبكم الجولة كده واستمتعوا كده معايا، واستنوا بقى الفلوج الجاي ان شاء الله عن باقي بقى المدينة بقى اللسان والاماكن اللي ممكن نروحها تاني في رأس البر. المسجد ده برضو من المساجد الكبيرة والمشهورة برضو في رأس البر. ما شاء الله في ساحة كبيرة جدا اهيت، بس انا صراحة مش فاكرة اسمه يعني. لو حد عارفه او راح قبل كده يعرفنا يا ريت في التعليقات ان شاء الله. اهوت دي بقى منطقة اللسان، انا مشيت فيها لحد الاخر. سبحان الله، في البحر بقى مقسوم نصين، المية المالحة والمية العذبة. سبحان الخالق يا رب، واضحين جدا جدا جدا. استنوا بقى في الفلوج الجاي. انا بقى مشيت منطقة اللسان دي كلها من اولها لاخرها، وان شاء الله انزلها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. منطقة اللسان طبعا من اجمل الاماكن في راس البر. ما تنسوش بقى اللي ما عمليش لايك بقى يعمل لي لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفرحني بالاشتراك، وتبقى من عيلتي الجميلة كده وتعملوا لي لايك وتفرحوني وتشتركوا في القناة، وعيلتي تكبر ان شاء الله بيكم بإذن الله تعالى. ويا رب بقى يعجبكم الفيديو، واسيبكم بقى تستمتعوا بالحاجات الجميلة ديت، واشوف وشكم ان شاء الله كده بفيديو جديد بإذن الله، ومع السلامة.